بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض شربات أو العسل أو السيرب زي ما أي حد بيسميه، بتاع الحلويات الشرقية المظبوط قوي اللي لونه تحفة زي ما انتم شايفين، شفاف يكفيكي. هنعمل كمية تكفينا. لو عايزة نعمل كمية رمضان كله هتعمليه، مش هيجراله حاجة ولا هيسكر منك ولا هيبوظ. طريقة مضمونة 100%. طبعا ناس كتير قوي بتعرف تظبطه، في ناس ما بتعرفش تظبطه، احنا بنقول لها على تريكات تخليه زي الفل معاها. يلا نشوف الطريقة واحدة واحدة. أول حاجة على النار هجيب حلة وأحط فيها 8 كوبايات سكر. أنا حاطة 8 كوبايات سكر عشان أعمل كمية تكفيني فترة حلوة. خلاص كده. وبعدين أحط عليها 4 كوبايات ونص مية. 4 ونص مية، تمام كده. وبعدين أعصر ليمونتين ونص. المقادير دي مظبوطة جدا. عايزة تعملي نفس الكمية اعملي، عايزة تعملي نصها مفيش مشكلة. وبعد الليمونتين ونص خلاص كده اجيب بقى معلقه عسل جليكوز واحطها فيه. لو ما عندكيش عسل جليكوز، معلقه عسل ابيض. بس بتفرق في ايه بقى؟ في لونه اللي انت شفتيه في الاول ده، اللي هو بيبقى لونه شفاف وما بيخليهوش يسكر. روعه بجد، طريقه حلوه قوي، وطريقه المحلات اللي بيعملوه في المحلات. 4 اكياس فانيليا. طبعا انا عامله كميه كبيره، حطي الفانيليا زي ما تحبي وقلبي خالص كده. بس اتاكدي ان مفيش سكر في الجانب بتاع الحله. خلاص كده انا قلبت خلاص. ولو لقيتي ريم، بتجيبي مصفى وبتطلعي الريم ده من غليان السكر، واسيبه بقى يغلي. اول ما يبدأ يغلي كده 3 دقايق بالظبط، الدقيقة الرابعة انا بطفي عليه. وكده المقادير بتاعتي بتكون مظبوطة جدا. يعني خلاص بدأ يغلي اهو، انا طفيت عليه. سبته طبعا هو كده، بصوا لسه خفيف ازاي، طبعا عشان لسه سخن جدا وكان بيغلي. اجيب بقى حاجه ازاز وهو سخن افضيه فيها، او اسيبه يبرد براحتك. خلاص كده دوره ازاز، كوبايه ازاز، ازازه ازاز، زي ما تحبي. الكميه دي هتقعد معاكي يعني فتره كبيره في رمضان. وما تخافيش، مش هيسكر منك ومش هيبوظ. ويعني هيطلع مقداره رائع لكل الحلويات الشرقيه، الا طبعا البسبوسه. يعني تعملي جلاش، تعملي قطايف، تعملي كنافه، تعملي بلح الشام، براحتك خالص. شايفه لونه بجد؟ انا بقى هوريهولك بعد ما برد. بصي بعد ما برد، بصوا القوام تقل ازاي، خطير. كأنه فيه بلورات كريستال. لونه حلو شفاف. هيعيش معاكي شهر رمضان كله. حطيت في ازايز وحطيت في دورق وحطيت في كوبايه، وهنستخدمه في وصفات كتير قوي في رمضان ان شاء الله. وبجد انا بقول للي مش ما بيعرفش يعمل عسل، جرب طريقتي ومش هتندم. وقول لي جرب طريقتي بألف هنا وشفا ليه.